سلفتي وحماتي كانوا بيطبخوا سم في مطبخي، بس مش سم للأكل، ده سم لحياتي. القصة دي لكل واحدة فاكرة إن السكوت مودة. السكوت أحيانا بيبقى هو الكفن اللي بنلف فيه كرامتنا. قبل ما ندخل في تفاصيل الحكاية اللي بجد تشيب الشعر، لو أول مرة تسمعوني متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنا بنحكي حكايتكم وبنغسل همومنا مع بعض، وأكيد حكايتك مكانها هنا. يلا بينا. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اتجوزت الشاب اللي أمه هي اللي بتختار له عروسته علشان يفضل تحت طوعها. دخلت بيت العيلة وأنا شايلة نية صافية. ما كنتش أعرف إن البيت ده محكوم بدولة السلايف. سلفتي كانت متجوزة قبلي بسنين، كانت مسيطرة على حماتي، والحقيقة كانت إن هم عاملين حلف عسكري ضدي. بتقول الموضوع بدأ بإهانات لفظية. حماتي كانت بتناديني يا بت ويا خدامة، ولو اعترضت سلفتي تسخنها وتقول لها: شوفي يا ماما قلة الأدب، دي فاكرة نفسها ست بيت وهي مش عارفة تسلق بيضة. والأصعب لما جوزي كان بيدخل، حماتي كانت تمثل إن هي بتعيط وتقوله: مراتك كشرت في وشي وأنا بطلب منها كوباية مية. فكان يجي قدامهم من غير ما يسمع مني يضربني بالقلم على وشي، لدرجة إن عيني بتزرق وهم قاعدين بيتفرجوا ويشربوا الشاي ببرود. بتحكي بتقول: في يوم لقيت تحت مرتبة سريري قماشة قديمة مربوطة بخيط أسود وفيها شعر ودبابيس. قلبي اتقبض وجريت على جوزي وأنا بترعش. تفتكروا الرد قال لي إيه؟ مسكني من شعري وجرني لحد الصالة قدام أمه وسلفته، وهو بيقول لي: انت هتت... انت هتتبلى على أمي؟ دي ست بركة، دي انت اللي وشك فقر علينا. سلفتي ضحكت وقالت: تلاقيها هي اللي عاملاها علشان توقعنا في بعض، دي حية، والله ما في حد حي الا انت. وحماتي كمان كملت الإهانة وقالت: ارميها في الأوضة من غير أكل لحد ما تتربى. يعني ايه؟ ملكيش أهل انت حد يسأل عليكي؟ أولا الضرب مش رجولة، والسكوت على الإهانة مش صبر، ده انتحار بطيء لروحك. اللي يرفع ايده عليكي مرة هيكسر عظمك 1000 مرة لو فضلتي ساكتة. لما نكمل الحكاية، بنقول ليلة وقفة العيد أنا كنت حامل في الخامس وتعبانة. حماتي طلبت مني أغسل سجاد البيت كله لوحدي. سلفتي قاعدة حاطة رجل على رجل. طبعا وانت عايزاها هي اللي تقوم تغسل؟ مش في خدامة بتغسل لهم؟ لما نكمل. ولما قلت مش قادرة، حماتي قامت وزقتني بكل قوتها وقعت على بطني وقالت لي: قومي يا دلوعة، ده احنا كنا بنولد في الغيط ونرجع نطبخ. وفي مرة وانا نازلة لقيتهم قاعدين في الأوضة بيتوشوشوا مع بعض. وقفت ورا الباب بعدها بشوية وسمعت سلفتي بتقول لحماتي: يا ماما احنا لازم نخلص منها، جوزها بدأ يحن لها بسبب الحمل، لو خلفت الولد ده انت مش هتشوفي وش ابنك تاني، انا هعرف اخليه يطلقها، هقوله ان هي شتمت امك وضربتها وهي بتنضف السجاد. بتقول حماتي ردت وقالت: ايوه، وانا هقطع هدومي واقوله ان هي اتجننت عليا. وانت قاعده في وسط ايه؟ في وسط حناش ولا تعابين؟ وصبرة كل ده ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لما نكمل. بتقول دخلت عليهم المطبخ ووشي غرقان دموع وقهر، رميت في وشهم الممسحه وقلت لحماتي: انت مش محتاجه تكذبي، الله لا يسامحكم، هو ده اللي انت قدرتي عليه؟ نكمل. جوزي نزل، وبمجرد ما امه قالت له مراتك ضربتني، مسكني من هدومي ورماني برا الشقة في عز الليل بهدوم البيت. في اللحظة دي وانا في الشارع متهانة ومضروبة، حسيت ان روحي هي اللي اتغسلت من قذارتهم. قمت ورفعت راسي وقلت له من ورا الباب: المكان ده ملوش مكان في قلبي خلاص، والولد اللي انت هتعايرني بيه بكرة يعرف ان ابوه كان مجرد خيال مآتة لأمه. نصيحتي اللي عايزة اسيبها في قلب كل واحدة بتسمعني: البيوت بتتبنى على المودة مش على المذلة. لو جوزك سمح لأي حد يمد ايده عليكي او يهين كرامتك، يبقى هو اول واحد باعك. الكرامة زي السجادة الحرير، لو اتنحلت من كتر الدوس عليها عمرها ما هترجع تاني.
حافظي على كرامتك عشان هي دي اللي هتكمل معاكي لما الكل يمشي. بتقول انا دلوقتي قاعدة في بيت اهلي ومعايا ابني، ورفعت قضية خلع ومستنية ان انا اتطلق منه لان هو مرضاش يطلقني، ومستنية رأي الناس في التعليقات. هي دي كانت قصة النهاردة. حكاية توجع، بس كان لازم تسمعوها. لو عندكم موقف مشابه أو شايفين إن صاحبة الحكاية كان المفروض تعمل إيه في لحظة الضرب، اكتبولي في التعليقات. لو عندكم حكاية حابين تحكوها من غير أسماء، ابعتوها لي في رسالة وهحكيها علشان نبرد نار قلبنا. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. مع السلامة.